تشيكا مرر في اليمين مرة تانية حسني فتحي لعبها الأيمن، عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء، انتشار لم يكن بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، راحت لطارق طارق حامد، عملها طارق وسدد من بعيد بقدم يسرى كناوي، سدد وقال أنا الغاوي على أن أسجل هدف أول زملكاوي. راحت على يمين الحارس علي لطفي، تغالط الحارس، يأتي بالمفاجأة السارة لدى الزملكاوية ولدى عشاقه في كل مكان، وفرحة ما بعدها فرحة نتيجة هذا التقدم. يتنازل عن القدم اليمنى مستخدما القدم اليسرى التي أطلق لها العنان لكي يسدد من مسافة تقريبا حوالي 32 ياردة. أخطأ الحارس في تقديرها، وجدها وهي تسكن الشباك، راحت لكي تغرد، ها هو يسكن بين ثنايا العشب الأخضر، يعزف على أوتار المتعة والإثارة والعودة للوقوف مرة أخرى على أقدام ثابتة راسخة ولم تهتز، ليؤكد أن 3 نقاط التي يبحث عنها ستكون في متناول اليد من أجل أن يصل إلى النقطة رقم 13. حسني فتحي الظهير الأيمن، وادي الهدف الثاني بكل سهولة من خلال عرضية رائعة جميلة يكلل جهوده حسني فتحي الظهير الأيمن لما تحرك وتجرأ في الجانب الأيمن من الشوط الأول. طوال الشوط يسعى جاهدا في إرسال الكرات العالية، وفي الأخير استجابت لرأسية باسم لتبتسم الساحرة المستديرة لباسم مرسي. هنا الكرة العرضية رائعة جميلة بعيدة عن يد حارس المرمى علي لطفي اللي تردد في الخروج، وبالتالي تفوق باسم في التعامل مع ضربة الرأس متفوقا على علي فوزي. توجيه كما نتابع على يمين حارس المرمى، تغالط الحارس مع الدقيقة 49. الزمالك يضيف هدف ثاني ليعمق الجول. مارتينيز لسه فيها الخطورة، عمرو مرعي يلعبها جول عمرو مرعي، أخيرا عمرو مرعي في الدقيقة 85 يسجل هدف. بقول لحضراتكم لو اتثبت له المساحة على طول، اتثبت له المساحة عمرو مرعي ويسجل هدف أول لإنبي في الدقيقة 85 وتصبح النتيجة 2-1. يسجل عمرو مرعي ثالث أهدافه هذا الموسم، اتعملت له حلوة باصة ماريو مارتينيز، باصة سحرية وتساب المساحة قدامه خلاص. علاء عبد العال